شوفوا دائما الفلسطينيين لما يحملوا حتى في فلسطين لما يحملوا راية فلسطين يحملوا معها راية الجزائر، وبعض الشهداء طالبوا باش يتم تشييع جنازاتهم بالراية. نجيب لك شهادة. كنا في لقاء في طنجة، أثير خلاف على القور، معناها الأوروبيين النمسا وألمانيا وفرنسا قالوا لنا وجاو فاوضوا يسموه الوفد الفلسطيني وأنا حاضر، قالوا لنا نسقط من البيان الختامي في طنجة كلمة الصراع العربي الإسرائيلي. ما قبلوش، قالوا لنا لا تدرجوا لنا قضية فلسطين والصراع. قلنا لهم سندرجوه، قالوا لنا تم الخلاف بيناتنا. أما الصباح من العشرة إلى العشية كنا ما فريناهاش. درت أنا مداخلة، وبالمناسبة أنا حاطها في فيسبوك كما راني نقول لك بالحرف الواحد، ونذكر ألمانيا وكذا. تفضل. وش قال سليمان تعديل؟ لا انا كنت بالعربيه سخطت عليهم هذو كل اللي كانوا ضدنا، وقلت لهم انتم عمركم ما تمشوا معنا، وعبر الزمن عمركم ما مشيتوا معنا، وجمعنا معكم في المحافل الدوليه سنين وسنين، عمركم ولا قلتوا كلمه اسرائيل ظالمه الفلسطينيين ودوله ارهابيه. عمركم وعمركم ما تقولوها لنا. لكن هذا الكلام ودوله ارهابيه عمركم وعمركم ما تقولوها لنا. لكن هذا الكلام باغي نجيب لك دليل واحد اخر. هذا الكلام مش جاب فايده. انا باغي نجيب لك الدليل الاخر. انا غير درت لك هذه المنعاره، هذا التعريجه. نعم. جمعت انا والنواب الفلسطينيين. يقول لي واحد الشيخ كبير، هو يقول لي باللي انا كاع نعرف من وقت من بالله كنت عشت هنا في الجزائر. قال لي الجزائر، وخاصه قال لي انت اللي راك معانا وشفناك من ايطاليا وشفناك داش، تدافع على القضية الفلسطينية أحسن منا احنا الفلسطينيين. هذه شهادة لله. من؟ باش نذكروا فقط، شهادة من أتت هذه الشهادة؟ هذه جات من نائب فلسطيني يمثل الفلسطينيين في لجنة الحياة التابعة لجنة الأورو المتوسطية. نعم. هذا نائب عن الدولة الفلسطينية، إنسان كبير يتعدى السبعينات والثمانينات. قال لي كنت عايشت هنا، نعرف بن بلة، نعرف الله يرحمه، ونعرف بومدين. هذه شهادة فلسطين. هذه شهادة. قال لي أنتم ما عندكم الجرأة. أنا منين نابت هذا الشعار اللي يقول لك أنا؟ لأنني أنا جزائري، أنا تربيت بالروح الجزائرية، وبالتالي أفتخر أنني أنتمي لهذا الشعب اللي دار مع اللي سموه اللي ما دارتهاش دول الطوق. ماهوش قضية فلوس، قضية الأنافة، قضية الرجولة والشجاعة والشهامة والدفاع على الشرف. احنا هي اللي ما طبعناش. هذا شرف البلاد دي اللي رانا فيها، اللي ننتموا فيها. علاش حنا رانا نحلوا فمنا ونقولوا راينا في فلسطين؟ لأن صمدنا معها 60 سنة، لأننا عاوناها بالفكر واحتضناهم، وهي اللي كانوا اللي وجمعنا بيناتهم هنا الفصائل الفلسطينية. شوف هذيك تنسق أمنيا مع إسرائيل، وجبناهم هنا واحتضناهم وزيقناهم وجبناهم البرلمان تاعنا وقالوا كلماتهم كاع الفصائل كي اصحاب ابو مازن كيما جماعه حماس، وعاوناهم وما عندناش العداوه معاهم، وزدنا حتى المال تاع الشعب الجزائري عاوناهم به وبلا مزيد حد. تربينا فينا الروح هذيك لان جايبينها من بكري حنا. علاش راه عندنا الحق نقولوا؟ لأنه عمرنا ما خدعناهم، وفي المحافل الدولية عندنا كلمتنا. يعني هذا ننتمي لهذا الشعب، وعندنا فخر أننا ننتمي له، وإلى حلينا فهمنا على القضية الفلسطينية، لأننا احنا قلب ورب رانا معاهم.